السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ لو انت صانع محتوى على اليوتيوب يبقى لازم تتابع الفيديو ده للنهاية عشان هنقول معلومة مهمة جدا هتفيدك في رفع الفيديو بتاعك على سيرش اليوتيوب. طيب ايه هي الفكرة اللي تخلي الفيديو بتاعي يطلع في السيرش ويظهر في السيرش الأولي، يعني يظهر في رقم 2 3 4 في السيرش كده، ما يبقاش في دي القائمة وما يتشافش أصلا؟ هو استخدام الكلمات المفتاحية للفيديو بتاعك أو اليوتيوب تاجز. دي مهمة جدا يا جماعة. الكلمات المفتاحية يعني ايه كلمة مفتاحية أو يعني ايه التاجز؟ التاجز دي يعني مثلا دلوقتي في واحد مشاهد حقيقي عايز يدخل على اليوتيوب يعمل سيرش على اليوتيوب عن حاجة معينة، وليكن مثلا حاجة للهاند ميد، عايز يعمل فيونكة، فهيكتب مثلا يقول ايه؟ فيونكة من التل. خلينا نجرب ونشوف الفيديوهات هتطلع ازاي. فيونكة من التل، تمام. هتبدأ تطلع معايا الفيديوهات اللي في التايتل بتاعها او في الكلمات المفتاحية فيونكة من التل. خلي بالكم، بصوا معايا كده، عدوا كده معايا. ده اول فيديو ظهر، ده التاني، ده التالت، شايفين؟ رابع فيديو ظهر فيديو قناتي انا، قناة ميرو ستايل، تمام. رغم ان انا قناة لسه صغننة ولسه مبتدئة ومش يعني بالامكانية انها تطلع الفيديوهات بتاعتي عالية في السيرش، وترتيب السيرش يبقى ترتيب اولي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طيب ايه السر كده ان انا الفيديو بتاعي طالع رقم 4؟ تمام، رغم ان هو جايب كام مشاهدة؟ 712 مشاهدة، يعني المشاهدات بتاعته مش عالية، مش 1K يعني، تمام. في هنا 30K، في هنا يعني حاجات كتير، مشاهدات رهيبة. وشايفين بعد هنا 2000K، يعني تخيلوا دي 2000K وجاية بعدي في السيرش، وانا 700 بس، 700 مشاهدة، يعني رقم اقل منها بكتير، بس جاية ترتيبي الاعلى. ليه بقى يا جماعة؟ عشان انا استخدمت اللي هو الكلمات المفتاحية في الفيديو بتاعي، والكلمة اللي هو الشخص اللي بيعمل سيرش عنها اللي هي فيونكة من الطول دي، اكيد انا حطاها عندي في التاجز، عشان كده هو طلع الفيديو بتاعي ترتيبه قريب في السيرش. طبيعي اما الفيديو بتاعك يطلع في الاول كده، خلاص الناس هتشوفه، اعجبوا مثلا بالصورة المصغرة يبدأوا يدخلوا ايه على الفيديو من الداخل ويتفرجوا عليه بقى، وبالتالي مشاهداتك تزيد والفيديو بتاعك يترفع. تمام. لو انت بقى عايز تعدل التاجز عندك او الكلمات المفتاحية في الفيديوهات بتاعتك، هتعمل ازاي؟ تفتح يوتيوب عادي وتبدأ تدخل على القناة بتاعتك وتدخل على اليوتيوب استوديو. طبعا الكلام ده كله من الجوجل كروم، انا شغالة هنا من اللابتوب او من الكمبيوتر. انت ممكن تدخل من الفون عادي، بس هتدخل ايه؟ تصفح بإصدار سطح المكتب، تمام. مهمة قوي النقطة دي. ما تقلقوش ان القناة عندي بالانجليش، وانتوا اكيد قنواتكم كتير منكم بالعربي، انا فهمك ازاي هتجيبها برضو في العربي، فخليك مركز معانا وتابع الفيديو للنهاية. دي شكل القناة بتاعتي اهيت زي ما انتوا شايفين. تحت اللوجو دايما بيجي ايه؟ لوحة البيانات في العربي او داشبورد في الانجليش، وبعدها الفيديوهات لو انا عربي، والكونتنت. انا هبدأ ادخل على الفيديوهات دي او الكونتنت، هتطلع معايا كل الفيديوهات بتاعتي، تمام. وليكن انا عايزة اوريكم بس فيديو الفيونكة اللي احنا كنا قايلينه في السيرش، تمام. يبقى ده فيديو الفيونكة اللي احنا عايزين نتكلم عنه في الفيديو بتاعنا النهاردة، وازاي نحط له كلمات مفتاحية بحيث ان هو طلع في السيرش بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. ابدأ اضغط على علامة القلم دي. علامة القلم دي يعني هنعمل تعديل على الفيديو. هنا شايفين كده ده العنوان بتاع الفيديو بتاعي، وده الديسكريبشن اللي كاتبه فيه كلمتين، او ممكن ما تكتبش، او ممكن تكتب فيه لينك الفيسبوك بتاعك، صفحة الفيسبوك، وهكذا يعني، تمام. نبدأ ننزل كده لتحت. شايفين هنا الاول هنا كلمة شو مور، هتلاقيها عندك في العربي قراءة المزيد، تمام. اللي هي على طول هتلاقيها بعد الخانة بتاعت التحديد ان الفيديو ده مخصص للأطفال ولا غير
مخصص للأطفال. هنلاقي كلمة قراءة المزيد أو show more، هنبدأ نضغط عليها بالشكل ده. تمام، وننزل تحت للسهم شوية، هتلاقي سيبك من أول خانة دي، تعالى على كلمة tags اللي هي دي، هتلاقيها لو انت نسخة عربي الكلمات المفتاحية أو الكلمات الدلالية، هتلاقيها بالشكل ده. شايفين التاجز اللي أنا عاملاها بقى؟ شايفين أنا كاتبة حاجات من دماغي، الحاجات اللي أنا كاتباها دي تصورات المشاهد الحقيقي وهو داخل يتفرج على الفيديو بتاعي، او ازاي الفيديو بتاعي ده هيطلع مع الناس لما يكتبوا كلمة ايه. فاهمين؟ يعني انا عاملة حاجة عن فيونكة من التل، يبقى هكتب طريقة عمل فيونكة وافكار للتزيين ان انا ازين بيها، هكتب فيونكة، هكتب كلمة تزيين لو انا عايزة استخدمها في التزيين، هكتب فيونكة من قماش التل هاي. تمام، فاهمين؟ هكتب كلمات بالانجلش لو انا عايزة اعمل الفيديو بتاعي يطلع لناس بقى يوصل للعالمية، يعني فاهمين ازاي؟ فهبدأ اكتب كلمات انجلش عشان يدخل عليه ناس اجانب، وبالتالي يبقى في دول كتير داخلة على القناة بتاعتك. تمام، يبقى انا هكتب الكلمات دي من دماغي انا، او في حاجة بقى سهلة وجميلة جدا اللي هي ايه، اللي تساعدني اكتب الكلمات الدلالية او المفتاحية دي بسهولة، ان انا اخدها من فيديوهات اليوتيوبر الكبيرة اللي جايبة مليون مشاهدة، اللي جايبة 3 مليون، المشاهدات الكبيرة دي اقدر اخد الكلمات المفتاحية بتاعة الاشخاص دول. ماشي، ازاي بقى؟ عن طريق موقع اسمه، بصوا كده، رابط تاجز. هو ظهر لي اول واحد ده لان انا بدخل عليه على طول، ابدأ اختاره، هدخل على اول اختيار طلع معايا، هو بالانجلش يا جماعة، الموقع مش بالعربي يعني، تمام، ملوش علاقة بالفيرجن بتاعك عربي او انجلش، هو الموقع اجنبي اصلا. تمام، ده صفحة الموقع اللي فتحت. احنا بنستخدم التولز اللي هي الحمرا دي، use tool for free، هنضغط عليها بالشكل ده. تمام، واكون في نفس الوقت مجهزة معايا لينك فيديو اليوتيوب اللي جايب مشاهدات عالية واللي هو ريليتد او مرتبط بالفيديو بتاعي. تمام، دلوقتي هدور على فيديو يوتيوب يكون مرتبط بالفيديو بتاعي اللي انا عايزة احط له كلمات مفتاحية، او الفيديو اللي انا لسه بنشره. طبعا احنا بنعدل في الفيديوهات القديمة لو احنا ما كناش عاملين لها تاجز، لكن لو انت بتنشئ فيديو جديد هتلاقي الكلمة دي اصلا عندك زي ما وريتها لك كده، فتملاها وانت بتعمل الفيديو لسه في اول مرة يعني. تمام، طيب هنا في السيرش هبدأ اكتب ايه، وليكن easy go. تمام، شايفين هتطلع لي حاجات فيونكات كتير، هي فيديوهات. انا اجي مثلا ادور على فيديو يكون حديث، يعني ده مثلا من شهرين وجايب كي عالية، شوفوا 460 كي، يعني حاجة رهيبة جدا. فانا هبدأ اضغط عليه بالشكل ده. تمام، وابدأ من هنا من اللي هو المكان اللي بيبقى فيه رابط الفيديو، ابدأ اعمل تحديد لعنوان الفيديو او لينك الفيديو، واعمل له كنترول سي من الكيبورد. تمام، وبعد كده انا خلاص حفظت معايا ايه اللينك. بعد كده اروح افتح بقى الرابط تاج اللي هو الموقع بتاعنا اللي هيطلع الكلمات المفتاحية بتاعت الفيديو ده، وابدأ اعمل له كنترول في بعد ما اقف في المربع الابيض ده واقول له اوكي سيرش. شايفين طلعت كلمات مفتاحية قد ايه؟ كل الكلمات دي هو كاتبها صاحب الفيديو اللي احنا شفناه مع بعض اللي هو الفيديو ده. ماشي يا شباب؟ طيب هاجي اعمل ايه؟ اعمل كوبي بالشكل ده. خلاص هي اتحفظت معايا لما ضغطت على التبويب ده اللي هو كوبي، يبقى اتحفظت معايا. وارجع اروح ليوتيوب ستوديو بتاع القناة، وهقف هنا في المربع بتاع اللي هو الكلمات المفتاحية، اقف بالسهم وابدأ اعمل ايه، كنترول في. شايفين الكلمات اتنسخت واتكتبت عادي بشكل تلقائي. طيب دلوقتي نقطة مهمة قوي، انت ليك عدد معين من التاجز اللي هم 500 كلمة، ما يزيدوش عن 500 كلمة. فطبعا انا كنت عاملة قبل كده ومظبطة، فشايفين الرقم تقريبا وصل ل1000، فايه مش هينفع الموضوع ده،
لو لقيت بقى ان انت حاطط كلمات مفتاحية كتير تبدأ تقف على كل علامة اكس من دي وتعمل ديليت لحد ما العدد يوصل ل 500. 501 مش هينفع، لازم يبقوا 500. ممكن اقل طبعا بال500 عادي. شايفين كل ما بعمل ديليت بيتحذف معايا من العدد، والعدد بينقص. تمام. تمام كده وصلنا 600. وصلنا 616. لسه ابدأ امسح بالشكل ده. 551. شايفين 527. شايفين 502. لسه الصندوق عليه خط احمر، يعني معناه ان في حاجة هنا مش مظبوطة. ظبطها. العدد هنا معايا 493. اوكي كده في الامان. شايفين الخط الاحمر اتشال. ممكن نزود شوية، نكتب مثلا كلمتين 3 نوصلهم ل 500. طبعا هو هنا بيعد بالحروف مش بالكلمة، يعني الحرف ده بيبقى محسوب عليك 1 2 3 4. الكلمة دي 5 حروف، يبقى كده بتنقص 5 أرقام من التوتال بتاعك. فاهمين ازاي؟ طيب أنا كده كتبت التاجز بتاعي، الكلمات المفتاحية وكله تمام. هبدأ أقول له سيف. احفظ لي بقى البيانات اللي أنا عملتها دي. تمام. ده يا جماعة في حالة تعديل الفيديوهات اللي سبق نشرها. لو انا بنشر فيديو جديد اصلا هتلاقيه طالع معاك نفس الفكرة دي، صح؟ اعتبر ان كل الحاجات دي فاضية، المربعات اللي قدامنا دي فاضية مفيهاش لسه بيانات، وانا لسه برفع فيديو. ببدأ اكتب هنا العنوان واكتب الديسكريبشن. فاهمين ازاي؟ وابدا اجي على خانه اللي هي شو مور دي، برضو هلاقي فيها التاجز. ابدا اضغط في التاجز واكتب الكلمات المفتاحيه. الكلمات المفتاحيه زي ما قلت لكم تقدر تكتبها من دماغك انت. تتخيل كده اي مشاهد هيدخل يعمل سيرش على الفيديو بتاعك، او ان انت عايز الفيديو بتاعك يطلع في السيرش بتاعه. فالفيديو بتاعي بيتكلم على ايه؟ طريقه عمل بط على الفحم. شوي بط على الفحم، يبقى اكتب البط المشوي. بط مشوي على الفحم. بط بالبرتقال. بط بالرز البخاري. فاهمين؟ هتبدأ تكتب كلمات كتير ممكن تيجي على بال الناس وهي بتعمل سيرش في اليوتيوب. فالكلمات دي بتعزز الفيديو بتاعك ان هو يظهر في السيرش ويظهر في الاول. تمام زي ما انتوا شفتوا معايا كده ان الفيديو بتاعي ظهر في رابع سيرش، في رابع ترقيم من السيرش. ف يعني حاجة جميلة قوي اللي هي التاجز دي. يا ريت كلنا نستخدمها لانها بترفع الفيديوهات بتاعنا بشكل رهيب. وبيطلع في السيرش الاول، وبالتالي هيدخل عليه ناس كتير. ما تنسوش موقع رابت تاج، موقع فري. هسيب لكم اللينك بتاعه طبعا اسفل الفيديو عشان هو يساعدكم ان انتوا تجيبوا كلمات مفتاحية من قنوات يوتيوبرز كبيرة. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس لو انت لسه جديد على قناتنا. وادخلوا كده اتفرجوا على القناة، هتلاقوا فيها اقسام مختلفة، الفيديوهات متنوعة. فيديوهات عن الوورد، فيديوهات عن الهاند ميدز، فيديوهات عن اليوتيوب، فيديوهات عن الطبخ. ادخل واتفرج وشوف وقولي رأيك، وقولي ايه اكتر نوع فيديوهات حبيتها في قناتي عشان اكتر منها في المرات الجاية. ميرسي على حسن استماعكم، ومن هنا فيديو اخر. مع السلامة وفي امان الله.